هسه انت من تكبر وتحط ايدك ورا ذانك، خو ليش تحط ايدك ورا ذانك؟ تعلم لو ما تعلم. اذا علمت صلاتك تكون اكثر ثوابا واكثر اثرا، اما اذا ما تعلم مجرد تحط ايدك صلاة مقبولة بس ثوابها شنو؟ اقل. العلم يصحح. فهسه اسولف لك فد سالفة بسيطة. اكو شايب جاي يصلي، اكو ابنه بصفه قاعد صغير ابنه، قال له يبا ليش تحط ايدك ورا ذانك وتصيح الله اكبر؟ شنو علاقة الله اكبر بحطة الايد ورا الذان؟ شايب صفن. قال له ما ادري يبا. قال له يعني يصير انا اقول لك شلونك يبا هيجي؟ قال لا هاي مال التهديد. قال له شاو مالت السلام حط ايدي لو هيك لهنا. اذا حركة الايد مع الكلام لازم اكو تناسب. من اقول لك تعال وما اقول لك تعال، الحركة ويا المعنى. زين انت تقول الله اكبر، شنو علاقة الله اكبر بحطة الايد ورا الذان؟ قال له ما ادري. قال له زين ليش من تركع تخلي ظهرك عدل هالشكل؟ قال له ما ادري. قال له خب ليش سجدتين وقاعدة بيناتهن؟ ليش ما ركوعين وسجدة وحدة؟ قال له ما ادري. قال له زين هاي التربة شنو حاطها؟ شنو معناتها؟ هم ما ادري. قال له خوش الله وين؟ بس واحد يسألك الله وين شو تقول له؟ في كل مكان. هم جاوبه الشايب قال له الله بكل مكان. قال له كان شايل ايدك وتحكي ويا من؟ سألوه الله فوق. ما ادري. خو هيك من ايدك خليه قدام. وليش شايل ايدك؟ هم ما ادري. قال له خوش عوفنا من الحركات، تبي الحركات ما تعرفها. قال له زين قل هو الله احد. شنو ليش احد؟ ليش مو واحد؟ قل هو الله واحد. وهناك يقول وهو الواحد القهار. ايش معنى صارت هنا احد؟ شنو الله سبحانه وتعالى ما عنده الف ولام ويسويها الاحد الواحد؟ قال له هم ما ادري. قال له الصمد شنو؟ قال له ما اعرف. قال له شا تبين يبا لا تعرف حركاتك، لا تعرف حكيك. قال له هسه هنا يريد يحكي حكي بس يخاف من ابوه. راح بباب المسجد قال له يبا اللي يتحرك حركات ما يعرفها ويحكي حكي ما يفهمه شو يسمونه؟ قال له شو؟ قال له سكران. سكران يتعارك ويا الوادم ويغلط عليهم، وثاني يوم ما يدري شنو سوى وطق من وغلط عليه من. قال له والله قال لك بالقرآن يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. قال له يا أبويا تعال لا تخاف بس أنت علمني. قال له يبا كم حاسة عندك؟ قال له 5. قال له وينهن؟ قال له البصر والسمع والشم والذوق واللمس. قال له 4 منهن وين؟ قال له هذنهن. قال له والخامسة؟ قال له هاي. قال له جيب ال5 حطها ويا ال4 شو يصيرن؟ قال له 5. قال له جاي تقول له يا رب كل حواسي معك، لا عيني تروح يمنى ولا أذني يسمع بغير كلام ولا ايدي تلعب بملابسي، مو كل حواسي معك. ليش؟ لأنك أكبر من أن ألتفت إلى غيره. الله أكبر. أكو أحلى من الله حتى أنا باوع له؟ أكو أعظم من الله حتى أستمع له؟ مو؟ فشوف حطيت إيدي يعني كل حواسي شنو؟ وياك. وش أقول؟ الله أكبر. يعني زين إذا أنا قلت الله أكبر وبعدين ظليت ملتفت للتلفزيون لو أسمع تبين أنا غلطت نفسي. فالله جل وعلا يقول لي يا منافق توك قلت الله أكبر، ليش دانك يم فلان؟ وليش عينك يم فلان؟ وليش أنفك يم المطبخ؟ مو شايفين هذا اللي يجي من الشغل تعبان مو جوعان خشمه وين يصير؟ وربما يأشر له وهو يصلي، وهو يصلي سوي كذا وحطي لي كذا وسوي لي كذا. هاي ما طلعت صلاة يا شيء، هاي صلاة كلها ريحة شبزي وكلها ريحة مو لو. إذن أنت منو اللي جابرك؟ روح أول مرة أكل وتعال صلي. إذن بعض الناس هاي صلاتهم يتحرك ما يدري شنو، مجرد قايم قاعد. إذن العلم يسبق شوف نقطة واحدة، العلم يسبق العمل والعلم يصحح العمل. دائما خلي علمك صحيح حتى شنو عملك شي يصير صحيح. ناس تروح للحج ما يدري الحج شنو، ما يدري ليش يذب هدومه ويلبس إحرام ويغتسل، ما يدري ليش يطوف حول البيت، ما يدري ليش يركض بين صفا وما، ما يدري. بس الناس ركضت ركض، الناس قعدت قعد. هسه هو أسقط واجب مو ما أسقط واجب، بس أكو سقوط واجب وأكو ثواب. أكو ثواب. كل ما يزداد علمك كل ما يصح علمك عملك يصير صحيح.